بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض الكريب، بس هنعمله بالرقاق الطري. كنا عملناه في الفيديو اللي فات. هسيبلك الفيديو في المقترحات اللي بتظهر على الفيديو في الوصف أسفل الفيديو. هنعمل من الرقاق الطري سندوتشات الكريب الجميلة مع الحشوة، والسندوتشات هنعملها بالشاورما، وممكن تعمليها بالبانيه. هنبتدي بالبطاطس. هننقع البطاطس في محلول علشان تكون مقرمشة وجميلة. معايا 4 حبات من البطاطس او على حسب الكمية اللي هتعمليها. هنقطع البطاطس صوابع، ما تكونش رفيعة ولا تخينة، علشان البطاطس تكون محملة وتقرمش معانا في المحلول اللي هننقع فيه البطاطس. والطريقة دي جميلة جدا، جربيها هتعتمديها بعد كده في البطاطس. بتكون مقرمشة عن البطاطس اللي بنضيف لها نشا. بعد ما قطعنا البطاطس بضيف معلقة من الملح ومعلقة من السكر. السكر مش هيخلي البطاطس مسكرة. وبضيف كمان معلقة من البابريكا، وبنضيف ربع كوباية من الخل. هنا معايا بصلة مفرومة بضيف عليها حبة من الملح علشان تنزل المية اللي فيها اللي هنتبل بيها الشاورما. هنا هنقطع الشاورما تقطيعة المعروفة، هنقطعها بالطول. بتقطعيها بالسكينة او بالمقص على حسب راحتك، بس بنقطعها بالطول علشان تاخد شكل الشاورما الجميل. بخلص الكمية اللي معايا كلها. انا هتبل كيلو من الشاورما. لو هتستخدمي نص ممكن هتقسمي التوابل اللي هنحطها. بنضيف مية البصل بعد ما صفيناها، وبضيف الملح، وبضيف كمان معلقة من ال7 بهارات، معلقة من البابريكا، معلقة من الثوم البودر، معلقة من القرفة، وبضيف معلقة كبيرة من كيس التوابل بتاع الشاورما، وبضيف معلقتين من الخل، وبقلب كله مع بعض. مش بنكتر الملح علشان التوابل اللي في الأكياس بتكون فيها ملح. بضيف معلقتين من الزيت، وبقلب الشاورما اللي معايا. ولو مش هتشتغلي فيها على طول بتحفظيها في التلاجة. وبضيف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبقلب التتبيلة كلها وبنحطها في التلاجة لحد ما نستخدمها. وممكن تحفظيها في الفريزر بالشكل ده، وبتطلعيها على طول على الاستخدام. هنا الرقاق اللي معانا شايفين ما شاء الله، ده الرقاق اللي عملناه المرة اللي فاتت. هنا ده تاني يوم ليه. شايفين الرقاق في منتهى الطراوة وجميل معانا. وعلشان ما يتكسرش مننا، علشان ده تاني يوم بنسخنه خفيف على البوتاجاز علشان يتلف معانا بكل سهولة. هنسوي الشاورما. بضيف معلقتين من الزيت، وهنسخن الصينية اللي معانا كويس جدا، وبننزل بالشاورما اللي معانا، وبنضيف كمان كل التوابل اللي فيها علشان ده هو اللي بيدي الطعم للشاورما. وهنا الناحية التانية بنقلي في البطاطس. شايفين البطاطس ما شاء الله مقرمشة جدا وجميلة. شايفين بقلب في البطاطس بكل سهولة، مش بتتكسر معايا علشان مقرمشة جدا. وبعد ما بنشوح الشاورما بننزل بالبصل. معانا بصل وطماطم وفلفل
رومي او حامي على حسب راحتك. وبنقلب الشاورما مع البصل، وبعدين بننزل بالفلفل والطماطم، وممكن تنزلي بالفلفل الأول. وكل واحد على حسب ذوقه، لو حابة تسوي الخضار أو تسيبي كده بالقرمشة بتاعته. بقلب الشاورما مع الخضار اللي ضفناه دقيقة كده، وبعدين بنطفي النار، وبكده الشاورما تكون جهزت معانا. شايفين الشاورما ما شاء الله. هنجمع الساندوتش اللي معانا البطاطس والشاورما والرقاق، ومعايا كمان مخلل خيار، وممكن تستخدمي زيتون، ومعانا الجبنة وكاتشب، وممكن تستخدمي اي صوص بتحبيه مع الساندوتش اللي معانا. هنجمع ساندوتش الكريب. هبتدي كده اضيف الكاتشب، دهنة بسيطة، وبعدين بنضيف البطاطس، ممكن تلفي الرقاق رول، وممكن تلفيه لفة الكريب العادية. وبضيف الشاورما، وبضيف لو عندك خيار مخلل ممكن تضيفيه، وممكن تضيفي زيتون لو عندك. بضيف كده كام وحدة خيار مخلل، وبضيف الجبنة، شايفين ما شاء الله الكمية اللي بنضيفها، حاجة بتعمليها بإيدك بتكون جميلة وخطيرة. بلف الساندوتش اللي معانا، وبسيبه على جنب على ما اجهز 2 أو 3 كمان علشان نحمصهم مع بعض. بنقفل كده الكريب اللي معانا. هنلف كمان واحدة بطريقة تانية جميلة، والطريقة دي أحلى وأفضل من الطريقة اللي في الأول. بضيف الكاتشب، وبقسم الرقاق أرباع، بحط في ربع البطاطس، وربع بحط فيه الشاورما، والربع التالت بضيف فيه الجبنة، وبضيف الخيار. وشايفين الطريقة ازاي بلف الكريب او الرقاق بالشكل ده. الطريقة دي افضل من الطريقة اللي في الاول. هنعملها كمان مرة. بلف كده بالشكل ده. الطريقة دي بتحتفظ بالحشوة من جوه، بتكون جميلة ومتماسكة. شايفين الطبقات ما شاء الله، والحشوة من جوه عاملة ازاي. بتدهني الرقاق بمسحة من الزيت بفرشة، وبعدين بنحمصهم في الصينية. شايفين ما شاء الله الساندوتش عامل ازاي، بيكون مقرمش وجميل، والحشوة من جوه خطيرة. حاجة بتعمليها بإيدك، ولو عملتيها لأولادك مش هيشتروه تاني من برا. بقلب الكريب اللي معانا أو الرقاق،
وبحمصه من الناحيتين تحميصة جميلة. وبتقدميه مع الصوصات المفضلة عندك. وبيكون سهل وفي منتهى الجمال. وممكن تعملي الرقاق من قبلها بيوم، وتاني يوم بتعملي الحشوة، فبيكون سهل وما بياخدش معاكي اي وقت خالص. شايفين الحشوة من جوه ما شاء الله. الشاورما مع البطاطس والجبنة بتكون جميلة وخطيرة. وده كان فيديو النهاردة، بتمنى يكون عجبكم والطريقة تكون سهلة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، واستنونا في فيديوهات تانية. وما تنسوش تجربوا الرقاق بالطريقة دي وتقولوا لنا رأيكم. طريقة جميلة. لو انتي الكريب مش بيظبط معاكي او عجينة الكريب مش بتظبط معاكي، هتعملي الرقاق بالطريقة دي وهيطلع جميل وناجح ومظبوط معاكي. واستنونا في فيديو تاني هنعمل الرقاق الناشف علشان العيد على الابواب. وكل سنة وانتوا طيبين وبألف هنا، واشوفكم في وصفات تانية بمشيئة الله وفي حفظ الله ورعايته.